بعد اعتدائه على امرأة والهجوم على الشرطة بسكين، تم قتل شاب عمره 26 سنة في حي براونزفيل في بروكلين. هذه الحادثة حدثت اليوم عندما قامت امرأة بالاتصال بالشرطة وطلب النجدة بسبب تعدي البوي فريند السابق عليها. وصلت الشرطة إلى البناية الموجودة في شارع كريستوفر، وبالفعل كانت المرأة بانتظارهم في اللوبي خاص في العمارة، وقادتهم إلى الشقة وقالت أن هذا الرجل موجود داخل الشقة. بالفعل دخلت الشرطة إلى الشقة وقام على الفور هذا الشاب بالهجوم عليهم، وكان يحمل في إيده سكين. الشرطة قامت في البداية باستخدام الصاعق الكهربائي أو التيزر لمحاولة السيطرة عليه، لكنها الشرطة فشلوا في السيطرة عليه من خلال هذا الصاعق الكهربائي، وبالفعل قاموا بإطلاق النار عليه وإصابته في منطقة الصدر، ونقلوه إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في هذا المستشفى.